فقال لي تفتح له بلاغ وتخلي له الزول، تخلي الزول ده من البيت. ف قلت له امشي اعمل عريضه برا، رغم انه جاب المذكره لكن يجب ان اكون انا اتبع الاجراء اللي بيتبعه مع اي مواطن بحكم انه الناس سواسيه. اعمل عريضه برا وتعال. جاب العريضه وجابها، خدت يده في اليمين، حلفت اليمين بان انك انت شفت الناس دي بيسووا خمره، هو بيقول لي على اساس انه متعدين وبسووا خمره في البيت ومساجد. قال لي والله ما شفته، انت علاقتك انا اشتريت البيت ده جديد. وطيب ما تمشي تفتح دعوه في المحكمه المدنيه وتعمل للزول ده انذار وتطلعه بالطريقه القانونيه ومسائل زي دي. قال لي لا، انا مشيت لرئيس القضاء وكتب لي الورقه دي وقال لي خليه يفتحوا لك البلاغ ويطلعوا لك الناس دي. فطوالي قمت شطبت له العريضه وقلت له امشي، على اساس انه هو مفتكر انه جايه ورقه من رئيس القضاء انا افتح له البلاغ وبالتالي انه يكون طلع الزول من البيت. فخليته مشى. فوجئت طبعا بعد يوم طوال مباشره يجي كشف من 4 قضاة و5 قضاة بيبدلوا في عملوا تنقليات. بشارة عبد الله بشارة ينقل من ام درمان جنوب الى ام درمان وسط كقاضي ثاني. طبعا الشغلانه بعد كده اصبحت بالنسبه لي عندي تراكمات. انت رئيس قضاء يجب ان تكون بالنسبه لنا قدوه. يعني احنا كان عملنا غلط، كان احنا حابينا، كان عملنا حاجه، يجب انه تحاسبنا نحن في انه الشيء اللي بنعمله ده. اذا كان انا اتخذت اجراء وزول انا لا بعرفه، لا بعرف المرحوم ده، لا بعرفه، لا حاجه، عملت الاجراءات اللي بتطلبها مني القانون، وانت رغم انك عارف الحاجات دي مشت بالطريقه القانونيه بتسحب الورق، برغم انه النائب العام اللي عنده السلطه في انه يسحب البلاغ ده من التحري قال والله الاجراءات ده صحيحه، انت تشيل الاجراءات ثاني تاخدها هناك. ثاني حاجه انك انت بالنسبه لي كقدوه، انه انت اذا كان رئيس قضاء بترسل لي ورقه بتقول لي والله افتح للزول ده بلاغ وما في سند لانه يكون في بلاغ بتاع تعدي، ولما انا ارفض ما ان افتح البلاغ تقوم تنقلني. فقلت كتبت لهم في كشف ذاته الورقه ذاته، قلت لهم انا من هنا لبيتنا. ليه؟ لأن إذا كان رب البيت بالدف ضاربهم فشيمة أحرى البيت والرقص والطرب. ومن هناك طوال أنا شلت لملمت حاجاتي الخاصة وجيت قعدت في بيتنا. وتاني يوم مشيت قدمت طلب طوالي، قدمت استقالتي من الهيئة القضائية. ليه؟ لأنه أصبح ما في نزاهة، فيها فساد. أنا ما ممكن أشتغل في جو بتاع فساد بالصورة زي دي. ليه؟ لأن إذا كان أنت حلفت، أنا حلفت اليمين، حلفتني أنا اليمين بأني أدي عملي وأنا أديت عملي وفقا للقانون والدستور بدون خشية أو محاباة، أنت بتجي تحاول أنه أنا أكون أحابي الناس وأنه أخشى الزول الأعلى مني درجة. فيبقى تلغي ما في، يعني يبقى الوظيفة بتاعتك دي بتبقى مسألة بتاع التشريف، تشريفه بس رابط الكرافتة بتاعتك ولابس البدلة بتاعتك على أساس أنه فلان ده قاضي، بتبقى ما عندها قيمة، تبقى المسألة دي ما عندها قيمة. فلذلك قلت أنا أحسن لي أكون قاعد في المحاماة دي بحكم أن هي أفضل، أنه أنا ناكف زول ضعيف كان ظلموه كان مسائل زي دي. المهم أنا بكون بذلت، بكون أرضيت ضميري. وفعلا من الوقت ده أنا قعدت في هنا في بيتنا طبعا لحد ما جات الاستقالة بتاعتي. خلال الفترة دي كان طبعا بيحاولوا بأن يستميلوني في أنه نحن حنلغي الكشف ده وحنعمل ونسوي ومسائل زي دي. قلت لهم والله أنا لغاية وصلت لقناعة تامة بعد كده أنا ما صالح، أو المهنة دي ما صالحة بالنسبة لي أنا، ويجب أنه أنا أبعد نفسي. ليه؟ لأنه الشغلانة دي شغلانه بتاعت اخره وفوق حلف يمين ومسائل زي دي، يجب ان ادي عملي بالطريقه الصحيحه. وفعلا من الزمن ده كان اشتغلت في المحاماه، بقينا نأدي شغلنا رغم ان شغلنا ذات ان احنا اصلا اشتغلنا في خلال الفتره الدار المظلمه دي كان بنشعر بانه في فساد شديد جدا، لكن لا يد لدينا عشان ما نصل للمواطن بتاعت الفساد دي، او كان عندهم هون كانوا مركز قوه. الواقع بتاعت اعتقال
تعذيب واستشهاد للدكتور علي فضل، واعتقال وتعذيب دكتور مامون حسين محمد حسين، واعتقال وتعذيب النغاب علي سيمت، واعتقال المصرفي المرحوم عصام فرج الله. دي الحقيقة الواحد